آسر ياسين واحد من أهم النجوم في السينما والتلفزيون. لما اتخرج من الجامعة الأمريكية كان ممكن يشتغل مهندس في شركة مالتي ناشونال كبيرة بمرتب كبير، لكن ساب الوظيفة المضمونة والمرتب الكبير عشان يروح ورا حلم التمثيل ويلعب دور كومبارس. أكيد ساعتها الناس اللي حواليه قالوا عليه إنه مجنون، لكن لو فكرنا فيها هو كان عاقل جدا لأنه راح ورا حلمه حتى لو عارف إنه ساعتها كان العائد المادي هيكون بسيط. ويمكن قراره الشجاع ده بيفكرني بنصيحة بسيطة ومهمة للكاتب جيم رون. جيم رون كان بيقول: لو عندك أي قرار مهم لازم تاخده، فكر كده لو بعد 10 سنين ما أخدتش القرار ده هتندم ولا لأ. لو هتندم يبقى لازم تعرف إنه الندم على الفرصة الضايعة ملوش حل ولا علاج. لكن ده مش معناته إنه مجرد تخيلت نفسك بعد 10 سنين إنه الطريق هيبقى سهل والخطوات بسيطة، لأ. الخطوات هتبقى كتيرة والطريق هيبقى طويل، لكن أي خطوة صغيرة بتاخدها تجاه حلمك ده نجاح في حد ذاته. وده اللي حصل مع آسر ياسين، ابتدى ككومبارس ودلوقتي بقى نجم كبير. بيتهيألي اللي فرق جدا ان مامتي ما كانتش عايشه معايا. ده فرق، لان هي لو هتشوفني كل يوم وانا قاعد مع، يعني هي بالنسبه لها ممكن ما اكونش بعمل حاجه، بس قاعد بقرا بشتغل بنزل اقابل ناس بتاع، وبروح انترفيوز برضو لشركات مالتي ناشونال وكذا وكذا، وبقول لهم بوصل لغايه يعني خلاص اللحظة همضي، اللي هي هتمضي فيها اقول انا اسف، اتعذر بقى باي سبب او عذر، لا اصلي فاميلي بيزنس، لا اصلي، عمري ما كنت بقول انا بحب التمثيل عشان امثل، الا في مره واحد كان السي او بتاع الشركه، بتاعت شركه كبيره، ووصلت في الاخر خالص قعدت معاه قلت له بص، الشغلانه دي هتسمح لي ان انا اعمل اللي انا بحبه ولا لا؟ قال لي بص احنا عايزينك، انت عايز ايه؟ قلت له عايز امثل. قال لي خلاص جو هيد، شكرا، فهي كانت سلمت عليه. اللحظة دي اللي انت قلت له خلاص. يعني عرفت يعني بقى ده كان اللي هو فعلا. خلاص انا مش رايح انترفيوز تانية، انا مكرس وقت وجهد للتمثيل بس. وده كان قرار مهم، لكن نيجي بقى في الواقع وهكلمك في موضوع يمكن الناس ما بتحبش تتكلم فيه قوي، وهي الفلوس. لما رحت قبضت اول مبلغ من التمثيل كان 1500، واللي قبضتهم فعلا كانوا 500 جنيه على حاجه ما كده اظن. صح. احساسك كان ايه ساعتها؟ يعني اكيد ممكن في لحظه زي اي شاب يقارن ما بين المبلغ اللي قدامه والمبلغ اللي كان ممكن ياخده لو هو عمل مهنه تانية او اشتغل في المهنه التانية، او على الاقل اكيد سالت نفسك انا هصرف على نفسي ازاي من التمثيل. هي في الشغلانه دي بالذات ما ينفعش تبص على الفلوس من الاول خالص، مهم. ولا على الشهره، ولا على اي حاجه، ان انت بتديها كل اللي عندك. فكنت بالتوازي لازم اعمل حاجات تانية عشان تقدر عشان، تصرف على فاشتغلت حاجات كتير قوي. اشتغلت منظم في حفلات معينه في شركه معينه، اشتغلت مره عملت في فويس اوفر بصوتي لحاجه. فبالنسبه لي الفلوس ما كانتش هي اول شيء. يعني لو انا بصيت على الفلوس من الاول ما كنتش هوصل لربع اللي انا حققته النهارده، ولو كنت باصص ان انا ابقى مشهور ما كنتش هوصل اللي انا عايزه. ان انا اشتغل مع المخرجين اللي اشتغلت معاهم الحمد لله جدا جدا. يعني انا بالنسبه لي كانت الكرايتيريا الاهم ان انا اشتغل مع المخرجين اللي انا اشتغلت معاهم. انا اشتغلت الحمد لله خيري، احسن مخرجين: خيري بشاره، داود عبد السيد، داود عبد السيد، شريف شريف عرفة، عرفه، يوسي نصر الله، مروان حامد. محمد ياسين، يعني وحيد حامد سيناريو. فالفلوس مهمه ساعتها ان انت تبقى عارف تصرف على نفسك. وانا لسه صغير، كنت ساعتها ما مش متجوز مش مخلف، ما عنديش يعني ارتباطات ماليه معينه، الارتباطات والمسؤوليات. فطموحي المادي بالنسبه لي ان هو على قدي، مش محتاج اكتر من كده عشان ابقى satisfied.